لو عايزة تعملي تورتة سهلة وبسيطة مش هتكلفك كتير وبنفس طعم وجودة المحلات، شوفي معايا الفيديو ده للآخر وهتشوفي معايا كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله وهتعجبك. خلوكي معايا ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونبدأ معانا ديت اسبونج اهيت يا جماعه، نص ابيض ونص شوكولاته. بصراحه انا كنت عملتها وصورتها بس في الاخر اكتشفت ان لقيت الكاميرا مش بتصور، فان شاء الله هبقى انزلها معاكم تاني. اول حاجه هنا قطعناها 3 شرايح اهوت بالسكينه بتاعه التورته، ولازم سكينه التورته عشان تعرفي تتحكمي وتجيبيها من الاول للاخر، عشان السكينه التانية ممكن ايه تبوظها منك وتهدرها منك. تمام اهو، بتلفي كده مع بعض بالراحة وبالظبط وبتكون خلاص اهي اتثبت من بعضها، وبنشيلها كده. بقى عملت ايه 3 شرايح اهو. حابة تعمليها بس كريمة فانيليا بس عادي، شوكولاتة بس عادي، بس انا حبيت ان انا اعملها نصين، وان شاء الله هبقى اعملها معاكم في مرة تانية. اول حاجة بعد كده بقى تاني حاجة هنبدأ نعمل مع بعض الكريمة. كريمة هنا انا جايبة ربع كريمة خام اهوت، هنزل بيها في طبق، وهيكون معايا مية ساقعة متلجة، اهم حاجة تكون متلجة فيها حتت تلج زي ما انت شايفة كده. ومعايا المضرب اللي هو الكهرباء، اهم حاجة يكون مضرب كهرباء. اليدوي ده هيتعبك جدا، مش هتاخدي القوام اللي انت عايزاه، اما الكهرباء ده في ثانية. وطبعا يعني تقريبا كده البيوت كلها ما بقتش تخلى من المضرب ده موجود يعني، وهيسهل عليك ان شاء الله اهو. يا اما لو عندك عجان بتضربيه بالمضرب بتاع العجان برضو بيطلع معاك النتيجة كويسة. هفضل اضرب بقى وهحط كمية المية دي اللي في الدورق دي، وهفضل اضرب معاك اهو لحد ما نوصل للقوام اللي هو لو عملتي كده بالمضرب او المعلقة يديكي سن كده، يبقى كده خلاص الكريمة معاكي مظبوطة اهو. افضل اضرب معاكم اهوت لحد، انا هنا ما قطعتش الفيديو عشان اوريكم في الاخر بداية بتبقى ازاي وفي الاخر بيبقى ازاي اهو. انا هنا خدت الدرق ده اهو، هضرب معاكم للنهاية لحد ما تديني القوام. شايفين يا جماعة اهو كده بدأت اوصل للقوام اللي انا عايزاه، بتتقل معايا اهي، تبقى سهلة معايا. كل ما تتقل معايا وتبقى قوامها تقيل بتبقى سهلة في الفرد معايا وما تسيحش معايا ولا تبوظ مني اهو. كده انا خلصت اهو، شوفوا بوريكم اهو تعمل معايا سن كده مدبب اهو، كده معنى ان هي كده خلاص بقيت تمام. هبدأ اشتغل بيها هتبقى كويس اهو تمام. بعد كده بقى هنبدأ نعمل ايه صوص الشوكولاتة. المكونات بتاعته ايه؟ معايا كوباية لبن، ومعايا ده سكر بودر عشان يدوب بسرعة وكده، والكمية دي مناسبة بصراحة اهو. معايا كاكاو خام، ومعايا كيس فانيليا، والزيت ده هحطه تدريجي والخلاط شغال. تمام. هبدأ اول حاجة اسمي الله واحط اللبن كده بسم الله، واحط السكر. الكمية دي يا جماعة 3/4 الكوباية دي مناسبة كويسة، يعني مناسبة للكمية اللي انا هعملها. حابة تزودي السكر اكتر براحتك. ودي الفانيليا اهيت، كيس الفانيليا. وبعد كده هضربهم في الخلاط، وواحدة واحدة انزل الزيت كده لحد ما اوصل، وده الكاكاو، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه وتتقل معايا. الزيت بيتقلها وبيخلي قوامها كويس وبيديها لمعة حلو اهو. هضربها بقى وهرجع اوريها لكم دلوقتي مع بعض، هنلاقيها قوامها مظبوط اهي كده يا جماعه. بعد ما ضربتها ادتني الكميه دي اهو، شايفين زي النوتيلا بالظبط اهي، والزيت مديها لمعه حلوه وطعمها وسكرها مظبوط وتمام. هبدا بقى ايه اجيب الاسبونج. انا كده عملت الكريمه والنوتيلا اهوت. هجيب بقى بعد كده الاسبونج اللي انا كنت عملته ايه 3 اجزاء. هبدا واحده واحده كده اهو زي ما انتم شايفين. هسقيه الاول الشربات اللي هو البارد اللي احنا بنعمله على البارد، اللي هو شويه ميه عليهم معلقتين سكر كده وندوبهم ونبدا نسقي بيه الكيك كده اهو. وما تكتريش برضو اهوت عشان برضو ايه ما يبقاش معجن كده من جوه اهو. بحط بوزع كده
وبعد كده بقى عندي الكريمه، انا حطاها اهوت في قرطاس اللي هو الحلواني ده اهو. بصراحه انا ممكن كنت افتح الفتحه اكبر من كده بشويه، بس ايه كده كويسه عشان الدنيا ما تهدرش معايا برضو، والكريمه تكفي لان انا هعمل الكيكه كلها بيها، فعشان الكميه تبقى مظبوطه معايا اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هحط الجزء التاني بقى اللي هو الطبقه اللي بعد كده. انا هنا يا جماعه جيت بصراحه افردها بالمعلقه السيليكون، لقيت الدنيا مش كويسه مش هتبقى معايا حلوه، فسبتها تاني وزودتها شويه، وقلت كده دي احسن طريقه ان انت توزعي بيها الكريمه بين الطبقات، ان انت توزعيها بالقرطاس كده اهو، توزع معاكي كويس وما تهدرش منك وبتعرفي تتحكمي فيها احسن اهو. كده حطيت الطبقه التانية برضو نفس الموضوع، هسقيها بالشربات واحط برضو الكريمه عليها من فوق. هنشوف مع بعض اهوت. معلش الفيديو طويل شوية، بس انا محاولتش ان انا اقطع حاجة عشان اوريك التفاصيل بالظبط، وبوريكي قد ايه هي سهلة وما تعبتنيش ولا خدت وقت معايا ولا اي حاجة، ونفس طعم بره بالظبط. ودي حاجة انت عاملاها بايدك وعارفاها وبتفرحي بيها اولادك. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة، فعزي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قولولي رأيك في الكومنتات كده، عشان لو عجبتكم اعمل معاكم تاني حاجة زي كده، ما عجبتكوش خلاص اوقف ما اعملهاش تاني اهو. كده انا وزعت اهو بالقرطاس كده، الكمية دي كويسة عشان ايه زي ما احنا قلنا ما تهدرش معايا اهو. هحط بقى الطبقة التالتة اهو كده اقفلها بقى. كده احنا قلنا عاملينها ايه، نص كريمة نص ايه شوكولاتة، فانا النص الشوكولاتة هحط عليه ايه نص هحط عليه صوص الشوكولاتة اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. والنص التاني هعمله بالكريمة. خلوكوا للاخر، خلوكوا معايا للاخر وهتشوفوا كل حاجة ان شاء الله اهو. هبدأ اوزع صوص الشوكولاتة كده بالراحة عليها اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا يا جماعة احنا بنعمل حاجة ونحطها في التلاجة ترتاح شوية ونرجع نكمل تاني، لان لو عملنا مرة واحدة كله بصراحة بتسيح وبتبوظ معاكي وما بتعرفيش تتحكمي بيها اهو. كده دي الكريمة اهو في القرطاس برضو. هبدأ النص ده اعمله بالكريمة اهو. شايفين بتحكم فيها كويس ازاي ومش بتتعبني اهو. مش متوفر عندك كيس الحلواني، ممكن اي كيس وتمليه وتقطعيه من تحت بالمقص كده فتحة بسيطة وتبدأي تنزلي اهو. ابدأ اوزعها كلها اهوت. هفضي كل الكريمة الاول اللي في القرطاس عليها، وبعد كده هبدأ اوزعها كويس بالسكينة اللي هي المشرشرة بتاع التورتة ديت، او المعلقة السيليكون او اي حاجة زي ما تحبي اللي تعرفي توزعي بيه كويس وزعي اهو. وبالراحة خالص عشان ايه ما اجيبش على النص اللي هو الشوكولاتة اهو. وبعد ما عملتها كده رجعتها تاني في التلاجة ارتاحت شوية اهو، وارجع تاني اطلعها وابدأ تاني اعمل الكريمة اللي هي في القرطاس كده عليها ورد كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي اهو. وزعها بالراحة وبحاول ان انا ما اخليش الشوكولاتة تختلط معايا على الكريمة اهو. كده بعد ما عملتها ندخلها التلاجة ارتاحت شوية وارجعها تاني. هكون حاطة الكريمة وحاطة البلبلة اللي هي بتديني وردة صغيرة كده اهو. هبدأ اعمل هدايا المردو كده اهو. انا زي ما انا قلت انا مش عايزة اعمل حاجات كتير فيها، عايزاها برضو تكون ايه بسيطة كده، فانا حاولت اعملها كلها كده بالورد الصغير ده داير ما يدور كده اهو. اهو لفها كده بالراحة اهو. وبرضو هعملها كده واخليها برضو في التلاجة. انا بصراحة دخلتها التلاجة ليلة كاملة من بالليل وجبتها الصبح كملت فيها شغل عشان بصراحة تريحني واعرف اعملها كويس، لان انا مش بعد ما اكلفها واعملها في الاخر تبوظ لا طبعا. مش مشكلة استنى عليها شوية في التلاجة احسن ما تبوظ مني اهو. كده هعمل اللي في النص ده كمان كله ورد اهو. لفيت ايدي كده عشان تشوف اهو. هي البلبله دي بتطلع الورد صغير، انا ما كنتش عايزه اعمله كبير عشان ايه ما تاخدش مساحه مني. هلف كل الجوانب دي رخك اهو بالورد كده لفتها كلها اهو. هنا بقى معايا اوريو اللي هو البسكوت ده
اللي بيبقى طبقتين كده ومحشي كريمه من النص، ومعايا كاندي، وده معايا صوص الفراوله. هنا هحطه على النص اللي هو الكريمه. بصراحه صوص الفراوله ده كان تحفه، تقيل وجميل، واداني طبقه جميله كده على الكريمه اهو. هملاها كلها كده زي ما انتوا شايفين. هفضي النص ده كله كده وخلصه كله اهو. وانا يا جماعه برضو زي ما قلت لكم ما حاولتش ان انا اعملها مكلفه. انا بصراحه كان عندي صوص الفراوله ده، وانا اشتريت بس الكاندي واشتريت الاوريو. والكاندي ده اقل حاجه ممكن تجيبي بتبدا من 5 ب10 ب20 زي ما انت عاوزه. بس انا مش عايزه كميه كتيره، فجبت على قد المنطقه اللي هي ايه بالفراوله دي اهو. والاوريو موجود في اي سوبر ماركت هتلاقيه بسهوله، ومش غالي برضو. هنملاها كلها اهو. ببدأ املى الفراغات كلها عشان تديني شكل حلو. وهي سمكها تقيل فبتثبت على طول، اللي هي صوص الفراولة ده اهو. كده خلاص اهو. هبدأ بقى معايا ايه الاوريو. اخلص بس المنطقة الحتة دي اهو. اجيب بقى الاوريو كده، هبدأ احطه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هرصه كله كده اهو. يعني ايه هتك عليه ضغطة بسيطة كده. هي الكيكة طرية، فضغطة بسيطة كده بيمسك فيها وعشان ما يقعش بعد كده اهو. ابدأ ارصه بنظام كده عشان برضو ياخد معايا كل اللي انا جايباه اهو. انا حبيت ان انا اوقفه بصراحة شكله اشيك من ان انا اخليه محطوط راقد كده اهو. وترصيه برضو كده بيديكي شكل حلو اهو. حابة انتي بقى تحطي فواكه، عندك مانجا، شرايح مانجا، عندك فراولة، عندك كيوي، برضو عادي. الحشو ده التزيين ده بيبقى براحتك انتي، وكل واحد وذوقه وكل واحد وامكانياته واللي متوفر عندك اهو. وصدقيني اي حاجة هتعجب الاطفال وهتفرحهم وهتبقى جميلة اهو. ديت بقى لو هتروحي تجيبيها من بره 300 350 400، طب ليه وانا اكلف نفسي وفي ايدي ان انا اعملها، وحاجه نظيفه بايدي وعارفاها اهو. ماشي كده تمام خلاص. النص التاني بقى ادي الكان دهوت معايا بيبقى الوان كده، هامله المنطقه دي كلها اهو. هاملاها كلها كده بالكاندي. وكده انا شايفه ان الدنيا كده كويسه، مش محتاجه مني حاجه تاني. وانا ايه خلاص على كده هامله المنطقه كده وخلاص هكتفي بالشكل ده. لو عجبك بقى ما تنسيش تعلقي في الكومنتات وتقولي لي رأيك اهو. كده خلاص تعتبر خلصت، هخلص كل اللي باقي ده وخلاص. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة اهو. وكده تعتبر خلاص بقى، هي دي الفينيش النهائي اهو اهو. كده خلاص خلصت معانا، واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة، ومع السلامة.